قبل تداول هذه المشاهد لم يكن أحمد سوى شرطيا ضمن آلاف الآخرين يقوم بعمله بشكل روتيني ويومي، لكنه عندما خرج من منزله متوجها إلى عمله في ذلك اليوم لم يدرك ربما أنه سيكون يومه الأخير. أحمد مرابط هذا الشرطي الفرنسي الجنسية التونسي الأصل مسلم الديانة كان أحد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه متطرفون على مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية. مقتل أحمد على أيدي المسلحين بتلك الطريقة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنشأ مجموعة من النشطاء هاشتاغ باسمه على موقع تويتر. عبر مئات المغردين من خلاله عن استنكارهم للحادث، فيما اعتبر البعض أن الإرهاب والتطرف لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، بينما دعا آخرون إلى التفريق بين المسلمين والإرهابيين، مستدلين بمصير أحمد مرابط. مقتل مرابط كان بمثابة طوق النجاة الذي تشبث به مسلمو فرنسا ليخرجوا أنفسهم من دائرة الاشتباه التي وجدوا أنفسهم داخلها بعد أن تبين أن مرتكبي الحادث من المسلمين، حيث دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو الهيئة التي تمثل مسلمي فرنسا، وكذلك اتحاد منظمات مسلمي فرنسا، دعوا المواطنين المسلمين إلى المشاركة بكثافة في التظاهرة المقررة الأحد في باريس للتعبير عن تنديدهم بالحادث الإرهابي.